أنا دايماً بفكر اليوم اللي هقابل الأطفال اللي كانوا في أحفاد الزيتون بعدين، بتخيل سيناريو إن أنا رايحة غزة وبشوف إن هما مستنيين. مبادرة أحفاد الزيتون لأطفال غزة هنا اللي معانا في القاهرة. المبادرة مبادرة تعليمية، وأكبر جزء فيها الصحة النفسية والتعافي من صدمات الحرب. أنا عملت المبادرة دي من السوشيال ميديا، إن أنا عملت فيديو في شهر 3 اللي فات، مين عايز يتطوع معايا؟ بعدين لقيت فوق 6000 شخص سجل إن هو يتطوع معايا. الصراحة لما كلمتني ابقى معاهم في أحفاد الزيتون كنت متحمسة قوي، وكنت متحمسة قوي أصلا إن أنا accepted. وساعتها فاكرة إن إحنا نزلنا مع بعض واتكلمنا، حسيت إنه أخيرا في حد موجود إنه ممكن إن أنا تشير معاها كل الثوتس والحاجات اللي جوايا، وإني حاسة بإيه، حاسة العجز اللي كان ساعتها مسيطر تماما. فكنت حاسه انه اخيرا في حاجه بتحصل وهقدر اشارك فيها. من اول يوم في المبادره، والاولاد خصوصا الاولاد الصغيره بيحكوا لك عن كل اللي مروا بيه في الحرب وبطريقه كاجوال جدا. كنت افتكر في اول او تاني اسبوع كنا عاملين ستوري تايم مع الصغيرين 6-7 سنين. بنت عندها 6 سنين قالت لي انا عايزه اقول ستوري تايم ازاي جيش الاحتلال هجم على بيتهم واخد باباها واخد اخواتها وكسروا لهم البيت، وهي بتحكي لك يعني بطريقه كان هي بتحكي لك قصه عاديه. يعني الحاجات اللي الاولاد ما كانوش عارفين يتخطوها خالص، القصف كان دايما تلاقيهم اوت اوف نو وير، ممكن يكون في وسط كلاس بيحكوا لك قصه قصف حصلت او مشهد شافوه قدامهم. بعلمهم ازاي يعبروا عن مشاعرهم. دي بالنسبه لي بريوريتي. كان في مثلا بنت قالت لي وشفنا ده، يعني انتوا مسحتوا الرهاب الاجتماعي اللي عندي. عايزه اقول لهم ان هم من اهم الحاجات اللي حصلت في حياتي، وان انا اتعلمت منهم كتير جدا، وان هم اقوياء، وان هم اي حاجه نفسهم فيها هم هيوصلوا لها. انا متاكده من ده. في حاجات كتير ممكن ناس تساهم بيها، سواء ان انت بتدعمنا ماديا او through partnerships. شغلك عايز مثلا عنده entertainment وعايز يعملها للاولاد، عايزين تعملوا لهم رحلات، انت مطعم او شركه اكل عايز تجيب، ففي حاجات كده ممكن تساهم بيها. يعني فلسطين بلادي، هي الارض المحتله والصامده، هي ارضي وبلادي، وهي البلاد المشهوره بوردة الحنون بسبب الشهداء ودماءهم. هي ارضي العزيزه على قلبي، لن انساك ابدا.